هو القانون واضح على كل حال، ولكن يبقى الأمر نسبي إلا إذا كان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد أعلن صراحة بأنه لن يشرك أحسن لاعبيه، بمعنى أنه عندما تقول أنني سألعب بمنتخب أقل من 23 سنة فذلك دليل واعتراف بأنك لن تجلب أحسن اللاعبين وأفضل اللاعبين في البطولة المحلية المغربية للشان، هذا هو المعنى. لكن هل يمكن للمنتخب أو الاتحاد المغربي المراوغه ميزابار يعني لاري تاع الشامبيون ويقدر يقول بلي انا عندي هذوما احسن اللاعبين منتخب اقل من 23 سنه اللي حنحضرهم باش يكونوا بعد سنه في المنتخب الاول وراح تشوفوهم في لاكان 2024 مثلا، هل يمكن هذا؟ لا، هو على كل حال انا نظن اللجنه التقنيه للقاف عندها كل المعطيات على البطولات الوطنيه في افريقيا، وما يختلفش ان الفريق المغربي شارك في الدوره الماضيه لكاس العالم، وكانوا بهم في تعداد المنتخب المغربي كلاعبين يعني يشوطون في الدوري المغربي المحلي لسنهم يفوت يعني 22 و 23 سنه. ما نظنش يعني واحد اللي يروح يلعب في البطوله المحليه يروح كاس العالم وما يشاركش في الشان، تقول لي ان عندنا اللاعبين اقل من 23 سنه احسن منه، هذا يعني كمثال. اكيد. رشيد انا باغي نقرا القانون اللي راهو عندك، الماده 81 من قانون الشان. يقول pour toute équipe qualifiée à la phase finale l'association nationale concernée est tenue d'engager sa meilleure équipe représentative. Si une association déclare par la voix de ses officiers, y compris les entraîneurs, qu'elle alignera une équipe autre que sa meilleure équipe représentative, la commission d'organisation prendra toutes les sanctions qu'elle jugera nécessaires. ماذا يمكن أن تتوقع من عقوبات على المنتخب المغربي أو الاتحاد المغربي في حال يعني ثبوت إشراكه، يعني وكان ثابت إشراكه لمنتخب أقل من 23 سنة أو إشراكه لمنتخب لا يضم أفضل لاعبي البطولة المغربية. La commission d'organisation prendra toutes les sanctions qu'elle jugera nécessaires. ما طبيعة العقوبات المحتملة على المغرب؟ وهل الكاف، ونحبس في هذه النقطة مهمة لي جدا، هل الكاف لن تشعر بحرج قبل إعلان البلد الذي سينظم كان 2025؟ كيف لاتحاد مغربي عضو في الجمعية العامة للكاف وعنده عضو ممثل في المكتب التنفيذي للكاف يعني يدوس على منافسة إفريقية اللي هي الشان، ثم الكاف تعطيه شرف تنظيم كان 2025؟ شكرا على التساؤل. اولا انا قلت لك فيما يخص العقوبه راك الماده راهي تخلي الحريه للجنه المنظمه في تسويه العقوبه بشوفها هي مناسبه. ربما تكون غرامه ماليه فقط، يعني ربما تكون غرامات ماليه فقط، ولكن انا نزيد نقول لك ان الجامعه المغربيه لكره القدم لما اتخذت هذا القرار هي على يقين انها سوف لا تصدر اي عقوبه ضدها. احنا نعرفوا التاثير تاع رئيس الجامعه في دواليب الكاف. انا نظن عندهم كل الضمانات باللي ما يسلطوش عليهم عقوبه. عليها انا جيتك يعني عليها انا قلت في القراءه تاعي القرار اللي اتخذوه واللي نشروه في بيان تاع الاشغال المكتب التنفيذي الاخير للجامعه المغربيه لكره القدم، لما قالوا ان البطوله مش راح تتوقف اثناء الدوره، هو استباق للاحداث. انا نظن يعني سي كالكولي سي نيغوسي. رشيد اسمح لي سي رشيد رجرات نعطيك الفرصه باك شويه نخرج شويه على الموضوع. لا فوا باسي انا هنا في البلاطو تاع الوطنيه وكنت كتبت موضوع يعني او كان دوسي كبير في الخبر على لاتريبيسيون تاع لاكان 2025. انا استدليت بماده قانونيه وانت يعني تعرف القانون مليح، سي لي ريغلومون دابليكاسيون دي ستاتيو دو لاكاف. كاين لي ستاتيو دو لاكاف ومن بعد تحتهم لي ريغلومون دابليكاسيون دي ستاتيو. كاين الماده 23 من لي ريغلومون دابليكاسيون دي ستاتيو واضحه وصريحه تقول فيما معناه انه في حال قبول ملفين واكثر من اجل تنظيم مسابقه كبيره مغلقه مثل الكان، الاولويه لا بريوريتي سورا دوني او بي اللي ما خداش يعني فرصه تنظيم الكان. يعني
celui qui n'a pas eu l'occasion، ماشي اللي ما نظمش، اللي ما خداش فرصه تنظيم الكان الاولويه. مثلا لو يكون هناك ملف الجزائر وملف المغرب، مثلا هما كاين لا زومبي كاين نيجيريا والبينة، مثلا قبل التصويت من طرف اعضاء المكتب التنفيذي 23 هذوما يشوفوا شكون البلد اللي كان عنده فرصه التنظيم مقارنه بالاخر. المغرب كان عنده فرصه تنظيم الكان في 2015 وتنازل عليها، ماشي القانون ما يقولش من نظم، من نال فرصه التنظيم. الجزائر نالت فرصتها في 90 ونظمتها. هل اليوم الجزائر تقدر تضغط على الكاف؟ باسكو القوانين هنا موجودين باش نطبقوهم، ماشي باش ما نطبقوهمش سي رشيد. هل نقدروا نفعلوا في صالحنا لو كان الدوسي تاعنا احنا والمغرب مقبولين في اثنين؟ قال احنا قبل ما نروحوا للتصويت القانون الماده 23 من ريغلومون دابليكاسيون دي ستاتيو يقول الاولويه للبلد الذي لم ينل فرصه التنظيم مقارنه بالاخر. في هذه لا سياسيون سي رشيد رجال، هل يمكن ان نكسب هذه المعركه القانونيه؟ بطبيعه الحال احنا اليوم الجزائر اليوم عندها كل مؤهلات لتنظيم كان 2025. انا شخصيا انا احد اللي قلت لما ما ربحناش بتنظيم كان 2017، وانا هضرتها معك انذاك يا رفيق ولا شفاء، قلت لك عساكم ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قلت لك صحيح، عمرنا ما نكونوا واجدين في 2017 باش تشفى عليهم. وي